السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله طاعاتكم وأعمالكم وجزيتم خيرا في هذا الشهر الكريم وليلة القدر إن شاء الله في ميزان حسناتكم. نقرأ سورة الفاتحة على أرواح شهداء الإسلام ولا سيما الشهيدين الصدرين والنجلين مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم وانصر ولدهم مقتدى يا الله يا محمد يا علي يا مهدي انصرنا. الفاتحة. بسم الله. رحم الله أمواتكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. قبل البدء بالخطبة نردد معا كلا كلا أمريكا، كلا كلا إسرائيل، كلا كلا يا شيطان، نعم نعم للإسلام، نعم نعم للمذهب، أحسنتم. نقرأ بعض الأبيات من القصيدة التي قرأها شهيدنا السيد الصدر قدس سره في ذكرى شهادة أمير المؤمنين سلام الله عليه. أول فقرة راح تكون ردة والباقي لأن لطمية. جزاكم الله خير. يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، إنك النور المبين، إنك النور المبين من إله العالمين. هذا الرد. أنت يا زوج البتول، أنت يا صهر الرسول، أنت يا عز العقول، يا كريم الأكرمين، يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، إنك النور المبين من إله العالمين، إنك اللطف العظيم، إنك المن القديم، إنك النور العميم، إنك الحبل المتين. يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، إنك النور المبين من إله العالمين. بس هاي الفقرة رد، الباقي لطمية. جزاكم الله خير. إنك المجد الأثيل، حامل الحمل الثقيل، صاحب السيف الصقيل، يا عظيم الأعظمين، يا أمير المؤمنين، يا إمام المتقين، إنك النور المبين من إله العالمين. أحسنتم جزاكم الله خير. اللهم يا أسمع السامعين وأبصر الناظرين وأسرع الحاسبين يا ذا القوة المتين، صل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته، واقسم لي في شهرنا هذا
خير ما قسمت، واحتم لي في قضائك خير ما حتمت، واختم لي بالسعادة في من ختمت، وأحيني ما أحييتني موفورا، وأمتني مسرورا ومغفورا، وتول أنت نجاتي من مساءلة البرزخ، وادرع عني منكرا ونكيرا، وأرعيني مبشرا وبشيرا، واجعل لي إلى رضوانك وجنانك مصيرا، وعيشا قريرا، وملكا كبيرا، وصل على محمد وآله كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وابعد عن عراقنا الفاسدين، وجنبه الاحتلال والمحتلين، وخلصه من المطبعين والإرهابيين، إنك يا ربي ولي كل نعمة ومنتهى كل غاية. فثبتنا على طاعة الأئمة الأطهار، وعلى حب الوطن والإصلاح بحق محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نقرأ عليكم الخطبة المركزية بقلم سماحة حجة الإسلام والمسلمين القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله، وهو سلام للمعتكفين والمصلين وأصحاب شهر رمضان الذين أقاموا هذه الليالي الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الصائمين، السلام على المؤمنين، السلام على المصلين، السلام على المتهجدين، السلام على المبايعين، السلام على المعتكفين، ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. حبيب الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم، والعن عدوهم، وانصر ولدهم. مقتدى مقتدى مقتدى، يا الله يا محمد يا علي يا مهدي انصرنا. أحبتي، أنتم في شهر الله، والكلام لسيدنا القائد. أحبتي، أنتم في شهر الله، وأنتم في بيت الله، وأنتم في أرض الله، وأنتم في رحمة الله، وأنتم في ليلة الله، ليلة القدر. أعزائي، أنتم في طاعة الله، وأنتم في طاعة رسول الله، وأنتم في طاعة ولي الله علي عليه السلام، وأنتم في طاعة كتاب الله، وأنتم في طاعة بقية الله. فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا وأولاده المعصومين بالحق حجج الله، وأشهد أن فاطمة شرف الله، وأشهد أن المهدي بقية الله. اللهم فثبتنا على طاعة الله، وثبتنا على دين الله، وثبتنا على وصية الله. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. نعم، كما جعل الله تعالى بيت الله مثابة للناس، فقد جعل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد النبوي مثابة للناس، وجعل بيت ولي الله علي عليه السلام، أعني مسجد الكوفة، مثابة للناس. وكما جعل الله تعالى مقام إبراهيم عليه السلام مصلى، فقد جعل المسجد النبوي ومسجد الكوفة مصلى. وكما طهر الله تعالى بيته، فقد طهر بيت رسوله وبيت وليه. فالسلام على الطاهرين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والسلام على أتباع أهل البيت الذين أوصانا الله تعالى بمودتهم. فهنيئا لكم أيها الأحبة على هذا الشرف والطاعة والثبات والصلاح والإصلاح. والسلام ختام مقتدى الصدر. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد أمير المؤمنين وسيد المرسلين الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين أبا الحسن والحسين. صلوا على محمد وآل محمد بأعلى بأعلى صوت. الله صرنا يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. اللهم ألحقني بصالح من مضى واجعلني من صالح من بقي وخذ بي سبيل الصالحين وأعني على نفسي بما تعين به الصالحين على أنفسهم واختم عملي بأحسنه واجعل ثواب منه الجنة برحمتك وأعني على صالح ما أعطيتني وثبتني يا رب ولا تردني في سوء استنقذتني منه يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا لا أجل له دون لقائك. أحيني ما أحييتني عليه وتوفني إذا توفيتني عليه وابعثني إذا بعثتني عليه وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة في دينك حتى يكون عملي خالصا لك. اللهم أعطني بصيرة في دينك وفهما في حكمك وفقها في علمك وكفلين من رحمتك وورعا يحجزني عن معاصيك يا الله وبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيما عندك وتوفني في سبيلك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وآله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. أئمتي وسادتي وقادتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، ونحن نعيش في ضيافة الله تعالى وفي العشر الأواخر من شهر رمضان وما فيها من شعيرة الاعتكاف، فقد كتب شهيدنا السيد الصدر قدست نفسه الطاهرة بعض الأفكار لبيان فلسفة الاعتكاف، فيقول قدس سره: الفكرة الأولى أن الله عز وجل شرع الصلاة وشرع الصوم، وأكدت الشريعة أن الصلاة في المسجد أفضل منها في أي مكان آخر، ولكنها أعرضت عن ذلك في الصوم إلا في الاعتكاف. فقد جاء الاعتكاف ليكون الصوم مكافئا للصلاة في كونه مؤدى في المسجد، ويزداد لذلك فضله ومنزلة الصائم. كل ما في الأمر أن هذا لم يعطى كقاعدة عامة، يعني أن كل صوم في المسجد فهو الأفضل، لأنه يحدث عند تطبيقه ضيقا عند الناس وتعطيلا للأعمال، لأن الصلاة في المسجد ذات زمن صغير نسبيا، بينما الصوم في المسجد لا يكون متحققا إلا بقضاء النهار كله أو أغلبه هناك. فاقتصر الشارع المقدس على 3 أيام فقط ليكون الصوم في المسجد. الفكرة الثانية أن هناك عبادات متعددة في الشريعة، منها فردية كالصلاة والصوم، ومنها اجتماعية كقضاء حاجة المؤمن. فقد يكون من الأفضل إيجاد مركب عبادي متكامل يحتوي على عبادات متعددة حسب ما يرى الشارع المقدس من مصلحة في هذا التركيب،
وهذا موجود في الشريعة كثيرا. فالصلاة نفسها تحتوي على عبادات متعددة كقراءة القرآن والدعاء والذكر والسجود وغير ذلك. ومن أوضح مصادق ذلك الحج، حيث يحتوي على الطواف والصلاة والدعاء والذكر والذبح وغيرها مما يعتبر عبادة حتى في غير الحج، وخاصة إذا لاحظنا مستحباته إلى جنب واجباته. فكذلك الأمر في الاعتكاف، لو نظرناه كمجموع فإن الواجب فيه أمران كلاهما عبادة: الصوم والمكث في المسجد، وأعني بالواجب كونه جزءا ضروريا له. فإذا انضم إلى ذلك الدعاء والذكر وحصول الصلاة اليومية وغيرها في المسجد ما دام الفرد هناك أيضا كان أفضل. فإذا انضم إلى ذلك أهمية الزمن كأحد الأشهر الثلاثة رجب وشعبان وشهر رمضان كان أكثر فضلا، وهكذا. الفكرة الثالثة: إذا كان بعض أساتذتنا قد لاحظ في الاعتكاف مجرد البعد عن الناس وهجران المجتمع، فإننا، يقول شهيدنا الصدر قدست نفسه الزكية، فإننا يمكن أن نلحظ أكثر من ذلك، وهو الإعراض عن الدنيا وهجران الشهوات، وهذا يتحقق ولو اجتمع معتكف بمن يشاء من الناس، والذي أشرنا إليه هو جائز على أي حال، بل لا إشعار في الشريعة أصلا على كراهته فضلا عن حرمته، إلا أن الاعتكاف مع ذلك مع حسن التصرف يحتوي على أمور أخرى واجبة حينا ومستحبة حينا وملازمة حينا. فالأمر الواجب هو مجانبة الزوجة طيلة الاعتكاف، وفيه هجران الشهوة الجنسية، وفيه هجران المنزل وصعوبة الحصول على المأكل والمشرب نسبيا، أو قلة أو رداءة ما يحصل منهما نسبيا أيضا. وكذلك قد يختار الفرد لنفسه هجران وسائل الإعلام المسموعة والمنظورة والمقروءة، وكذلك لو كان من أهل المحرمات أو معتادا على بعضها كشرب الخمر أو السرقة أو العادة السرية أو غير ذلك، فإنه يتركها لا محالة خلال اعتكافه. وللقارئ أن يضيف إلى ذلك ما شاء، فإنه باب واسع. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.